نبتدي بماتش الزمالك وهو الحدث طبعا. الاهم وصدمه لجماهير نادي الزمالك بهزيمه صعبه جدا جدا على نادي الزمالك 3-0 في وقت ان فاركو لم يهزم اي فريق بهذه النتيجه قبل كده كابتن. ما احنا قلنا قبل كده اي حد عايز يترسم ويبقى مدرب ولاعيبه يلعب الزمالك في التوقيت الحالي، مش التوقيت بتاع اسامه نبيه، التوقيت اللي هو اللي ماسك فيه فيريرا تحديدا. يعني فيريرا هو مين ماسك دلوقتي؟ ايه؟ مين ماسك دلوقتي؟ مين ماسك فيريرا. الفريق؟ فريرا. مين اللي كان قاعد على الدكه؟ فريرا. طيب يعني اذا طالما جيت وقعدت على الدكه يبقى انت المسؤول. ما انت بص، عدى 5 دقايق دخل فيك جون، لو انت اللي جبت الجون كان قاعد اسامه هو اللي قام. وصلت؟ فهو لسه ما خدش نفس، هو جاي يقعد الاول كده ويشوف الاجواء تبقى ايه. ما هو سامع ان الزمالك كسب الماتش اللي فات. بس من خلال التصريحات واضح جدا ان كابتن اسامه هو اللي بيتحمل لان هو اللي بيدير، يعني هو حبيب اللي بيقول انه قلبي بيدير. انا بكلمك. طب انا دلوقتي مش هدير، قاعد ورا الراجل اللي واقف على الخط اللي هو يعتبر المدير الفني الرسمي. قاعد وراه بعمل ايه؟ بوتره ليه؟ صح ولا غلط؟ يعني انا دلوقتي دخل فيا جول، حبيت اعمل تغيير وهو قاعد ورايا، هبص له ولا مش هبص له؟ هكلمه ولا مش هكلمه؟ مع ان التاني قاعد عامل نفسه ان هو اول ما الجون دخل ان هو من بنها ملوش دعوه. يعني جاي بقى بيقول لي انا مش مسؤول عن المباراه دي. طب ايه اللي قعدك؟ ما تقعد في المدرج. انت فاكر السنه اللي فاتت لما جه وقعد في المدرج وكان اسامه نبيه برضو اللي كان ماسك؟ ما عادش ليه معاه على الدكه؟ طب الاداره دورها ايه في حاجه زي كده؟ يا عم بص، الاداره دلوقتي انا هوجه لها شويه اسئله. اللي جماهير من نادي الزمالك بتموت بجد. يعني في صاحبي اسمه رمزي، اقسم بجلاله الله بيكلمني بيموت. لا يا كابتن، الجمهور اللي انت شفته في الاستاد النهارده ماليش دعوه. لا انا مش معترف بالجمهور ده. لا ازاي يا كابتن؟ ده بص، جمهور ده وقتي. اسمعني، انا بكلمك على الناس بجد اللي هي مش عاجبها فريرة. ده جزء من الجمهور وده جزء من الجمهور برضه. بص ماشي. ده بتاع ملعب، تمام. ماليش دعوه بالملعب. هم دول اللي ودوا الزمالك في داهيه، خلي بالك. هم دولت السبب في سوء مستوى الزمالك، لان المفروض ان الناس دي بمجرد بعد ماتش لوسيل والاخفاق، الجمهور ده حتى انت بتحبه بس لازم تشده، مش على الحلوه والمره. انت عمل انت كده في ماتش المحله يا كابتن. لا، انا بكلمك من بدايه الدوري. اول بطوله، واخد بالك؟ جيت بعد كده بطوله السوبر، لا ادوا الوش الخشب، عرفوا ان انت يعني لو النتائج ما اتعدلتش هنقلب عليك. لا، ده هو كسبان بيطلع مبررات ان هو صاحب المكسب. انت السنه اللي فاتت لما كان بيكسب كانوا بيقولوا نادي الزمالك ولا فريرة؟ كانوا بيقولوا مين؟ فريرة بس. فانت السنه دي بقى زي ما انت كنت مطلعه السنه اللي فاتت الجبل، لا نزله من فوقه على دماغه. ليه؟ لان هو اللي بيحط التشكيل. انت مش هتروح بعيد. انت اول بطوله ضيعتها السوبر السعودي، صح؟ لازم كان يبقى في وقفه من الاداره هنا. هنقول ان الاداره قالت ايه؟ معلش اصل ممكن يكون مباراه وعادي ولسه في اول الدوري واول الموسم والكلام ده. طب انت دخلت بعد كده على مباراه دي بقى هي اللي كانت المقياس الحقيقي ليك. هتصدر مشاكل للنادي الاهلي وتخليه يرجع للسنه اللي فاتت يلعب بناشئين والجماهير بتاعته تقلب على اللعيبه وعلى مجلس الاداره، صح؟ تمام. انت اديته المفتاح، وبدل ما بقى الاستقرار هنا والنجاح هنا، بقى الاستقرار في الناحيه الثانيه بسبب ماتش الاهلي. بلسان الاداره يقول لك انا كان في انتقاد كتير، النادي الاهلي عنده الاستقرار الفني دائما وعمره ما بيغير مدرب الا نهايه الموسم. انا كمان ببحث على الاستقرار الفني لانه هيديني بعدين، وبالتالي ده اللي كانوا ده بلسان الاداره. ممكن يا عم بلسان السنه اللي فاتت الاهلي مشى 2 مدربين. لا هو يعني دي كيس ممكن يكون مختلف. انا بكلمك في منظومه بتفكر بطريقه. احنا فالزمالك بيبحث عن الاستقرار الفني والاداري. احنا بص فقال لك انا هعمل